الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده بعنوان رسالة إلى إدارة النادي الأهلي. بس قبل ما أقول الرسالة أقول لك لايك وشير وصل على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير، وأقول لك كمان إن ده السلوجان بتاع أسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء البحار، الأستاذ أبو المعاطي زكي. طيب، الرسالة دي قبل ما أقول الرسالة إلى إدارة الأهلي أقول لك إن في مثل قديم كل المصريين عارفينه. المثل ده بيقول إيه؟ من فات قديم تاه، من فات قديم تاه. طب ليه أنا بقول المثل دوت؟ بقول المثل ده لأن الأهلي بيبحث عن لاعب مهاجم، وده حقه. عايزين لاعب مهاجم، لاعب صندوق، لاعب رقم 9، ويكون طويل، ويكون بيلعب براسه كويس، هيدرز. جميل، الكلام ده كله جميل وحلو، لكن اللي مش حلو واللي مش جميل ان الاهلي بيبحث عن اللاعب ده فين؟ في اوروبا. عايز يجيب لاعب افريقي من اوروبا، وهي دي المشكله. واللاعب الافريقي بعد ما بيخرج من افريقيا ويطلع على اوروبا، كام واحد بيفكر تاني يرجع افريقيا تاني؟ قليل جدا، قليل جدا اللي بيفكر يخرج من افريقيا وبعد ما يعيش ويروح اوروبا. بعد ما يعيش في اوروبا ويتعود على الجو بتاعها والنظام بتاعها والسيستم بتاعها وعلى كل حاجة حلوة في اوروبا، اكيد بينسى افريقيا وبيخليها ورا ظهره وما بيفكرش فيها الا للشديد القوي. فاحنا بقى بندور على الشديد القوي ده اللي يخلي لعيب افريقي يسيب اوروبا ويجي عندنا في مصر. زي ما قلت لك، اللاعب الافريقي اللي بيخرج من افريقيا ما بيحبش يرجع لها تاني. طيب، عشان ما نطولش، الحل ايه؟ ارجع تاني واقول لك من فات قديم تاه. ارجع لافريقيا تاني، ارجع لافريقيا تاني وابحث في القارة السمراء. فيها درر، فيها لعيبة ممتازة حريفة، فيهم كل الصفات اللي انت عايزها. وطول عمر الاهلي بيجيب من دول افريقيا، طول عمر الاهلي بيجيب لعيبته من دول افريقيا. وحتى كان بيجيب لعيبة مش مشهورة وبتشتهر في الاهلي، الاهلي بيسقلها ويلمعها وينظفها ويشهرها ويرجع يبيعها تاني. والامثلة كتير، بس مش عايز اكتر عشان الرسالة تبقى مختصرة. الداهية عدل القيعي، المهندس عدل القيعي، واحترامي للجميع ده، والكشافين اللي كانوا في الاهلي ايام زمان كانوا بيبحثوا عن جواهر القارة الافريقية السمراء، جواهر المدفونة في تراب القارة السمراء، وبأسعار بسيطة، وبأسعار بسيطة. انما لاعب اوروبا دلوقتي يقول لك انا عايز 2 مليون راتب بتاعي انا لوحدي. ما هو في افريقيا كان دول الشمال افريقيا بيجيبوه ب 100 الف دولار، 200 الف دولار تسعيرته، ويجيبوه من النادي بتاعه ب 60 الف ولا حاجات كده، ويسقلوه ويشهروه ويبيعوه لينا احنا بقى بالملايين. طيب، واحد يقول لي الكولر المدرب عايز لعيب متعود على النظام. طب ارجع اقول للاداره اقنعوا الراجل ده ان الاهلي نظام لوحده، الاهلي منظومه متكامله. اللي يجي في الاهلي ترس، اللي يجي في ماكينه الاهلي لازم يخش في الماكينه ويشتغل فيها بسرعه، والا مش هينسجم زي ميكاسوني وزي اللعيبه اللي هي ما انسجمتش. ففي لعيبه كتير، ومعظم اللعيبه اللي بنجيبها من افريقيا، مش هقول كلهم لان التعميم مرفوض، معظم اللعيبه الافريقيه اللي جات النادي الاهلي نجحت لان النادي الاهلي عنده عين خبيره بتعرف تلتقط. اقنعوا الراجل ان الافريقي مش هيجي لنا من اوروبا، افريقي نجيبه من افريقيا عشان يبقى هو جاي لليفل اعلى من اللي هو كان فيه.
انما بتاع اوروبا ده هينزل من وجهة نظره طبعا. نادي الاهلي نادي عظيم، نادي عريق، لكن هو بالنسبه له ما يعرفش النادي الاهلي زي ما احنا عارفينه. هو يقول لك انا هنزل من اوروبا لافريقيا تاني، لا زود بقى طلباتك واجرك ومرتبك ومش عارف ايه. فالخلاصه من فات قديم وتاه، ارجعوا لافريقيا وهاتوا لاعيبه من افريقيا وظبطوها، وهتبقى نجوم وترجع تتباع تاني لاوروبا زي ما طول عمر النادي الاهلي بيعمل كده. السلام عليكم.